ازاي توقف العادات اللي بتدمر نفسك؟ عارف ايه اصعب حاجه في الدنيا؟ انك تبقى شايف نفسك بتتدمر ومدرك ان ده غلط ومع ذلك مكمل ومش قادر توقف. عادات بتسحب منك صحتك، وقتك، تركيزك ومستقبلك. واحد صاحبي كان كل شويه يقول لي هبطل بكره، وبكره يجيب بعده، وبعده يجيب شهر، وشهر يجيب سنه. وفي يوم قابلته قلت له المشكله مش ان العاده قويه عليك، المشكله انك سايب نفسك من غير خطه، عشان كده تايه مش عارف تعمل ايه. وعشان كده لو بتعاني انت كمان من عاده سيئه مسيطره عليك ومش قادر تغلبها، فالفيديو ده ليك. اول حاجه عشان تتخلص من العاده السيئه لازم تعرف سبب العاده دي. مفيش عاده سيئه موجوده كده وخلاص، اكيد في سبب بيخليك ترجع لها كل مره. زهق، فراغ، ضغط، هروب من مشكله. لو معرفتش السبب عمرك ما هتعرف تعالج المشكله، وبكده نقطع ربع الطريق للهدف. تاني حاجه واللي بعتبرها من اهم الاسباب لعلاج اي عاده سيئه بتواجهك هي قطع الطريق. يعني ايه؟ عادتك مرتبطه بمكان، ابعد عنه. لو مرتبطه باصحاب، قلل منهم. لو مرتبطه بتليفون، اعمل قيود عليه زائد اوقات محدده بخطه واضحه. وبكده احنا قطعنا تقريبا 50% من الطريق للعلاج بنجاح. نيجي لثالث حاجه وهي الاستبدال. الدماغ ما بتعرفش توقف حاجه من غير ما تحط مكانها حاجه. بتدخن، خليك ماسك في ايدك حاجه زي قلم او مسواك او امضغ لبان. بتسهر، بدل السهر بنشاط بسيط يتعمل بدري. بتضيع وقت كتير، حط جدول وكافئ نفسك. عندك صحبه سيئه، نبدلها بصحبه مساجد طيبه. وبكده هنوصل مع بعض لثلاث ارباع طريقنا بنجاح يا بطل. اما اخر حاجه معانا واللي لو عملتها اقدر اقول لك مبروك، انت قوي تغلبت على شهواتك، فهي الصبر مع الجهاد. يعني ايه؟ يعني اسوأ حاجه انك تيجي على نفسك مره واحده وتنهار بعدها. ابدا بخطوه صغيره لكن استمر عليها. قليل دائم خير من كثير منقطع. التغيير مش بيجي بين يوم وليله، انت مش ملاك، انت انسان بتغلط وبتتعلم وبتقوم تاني. وربنا شايف تعبك وشايف نيتك ومستحيل يخيبك لو بتسعى بجد. وافتكر قول ربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صديقي، العادات اللي بتدمرك ومسيطرة عليك مش اقوى منك، انت اقوى منهم كلهم، بس اول ما تقرر تبدأ بجد. انا محمد غطاس، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.